ليه ربنا خلق الجن والشياطين؟ الحقيقة الناس كتير ما تعرفهاش. تفتكر لو ما كانش في شياطين كانت حياتنا هتبقى أسهل؟ طب ليه ربنا خلق مخلوقات ممكن تأذينا؟ وهل فعلا الشيطان كان سبب في طرد آدم من الجنة؟ الجن مخلوقات ربنا خلقها قبل الإنسان بملايين السنين، مفضلة لقوله تعالى: وخلق الجان مارج من نار. لهم حرية الاختيار زي البشر بالظبط، فيهم المؤمن والكافر، نفس الهدف من خلق الإنسان. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الجن زيهم زينا، بيتحاسبوا على أعمالهم ويعيشوا في عالم موازي لينا، مش شرط يظهروا ليك أو يأذونا. إنما الشيطان مش مخلوق مخصوص عشان يضرنا، لكن اختار الكفر والعناد فبقى رمز للشر. رفض يسجد لآدم بسبب الكبر بتاعه، وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. طب ليه ربنا سابه؟ لحكمة ربنا في كل حاجة، من ضمنها اختبار الإنسان في حرية الاختيار. وجود الشيطان بيظهر مين فعلا بيختار طريق ربنا ومين بيتبع هواء الشيطان. في الآخر الشر مش مخلوق عشان يأذينا، لكنه موجود عشان نختار الخير عن اقتناع. ولو فعلا الشيطان عدو ليك فربنا ادانا سلاح قوي جدا: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الخلاصة: خليك قريب دايما من ربنا وما تخافش من أي حاجة من دول. سلام.